حبايبي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن حال يا رب، وخير وسعاده. جيت لكم النهارده بوصفه جديده. وصفه كده قمر زيكم. هنعمل النهارده كفته رز وبتنجان مخلل وشويه رز بشعريه جنبي. بصوا الوصفه بصراحه سهله، هي بتاخد شويه وقت، بس بصي يعني لو عملتها بحب مش هتلاقي الوقت ده ان هو ايه كتير وكده. معايا كفتة الرز، كنت طبعا مصبعاها وقالتها قبل ما اصور معاكم علشان ما ناخدش وقت في الفيديو. ومعايا بطاطسيتين، ومعايا ومعايا بصلتين، 3 بصلات سوري معلش، ومعايا طماطم، ومعايا توابل، ومعايا صلصة طماطم، وبس كده. جبت طبعا ال3 بصلات هحطهم في الكبة واضربهم معاكم زي ما انتوا كده شايفين. بصراحة يا بنات الكبة دي يعني بصراحة اللي اخترعها يستاهل 100 بوسة. انا الكبة دي ايدي ورجلي، يعني بعصر الطماطم فيها، بعمل الفلفل لو عايزة اضربه، بصل، اي حاجة. بصراحة بستسهل الكبة عن ان انا انزل الخلاط بتاعي. اهو ضربتها زي ما انتوا كده شايفين. هولع النار واحط الحلة بتاعتي، واحط شوية زيت، واحط شوية سمنة. ما بحبش احطها يا بنات السمنة بس او اعملها بزيت بس، لا يعني بحط شوية زيت وبحط شوية سمنة. تمام كده، وهسيب الزيت والسمنة يسخنوا. عبال ما سخنوا طبعا قمت نازلة بكمية البصل اللي انا قطعتها معاكم في الكبة. طبعا اعذروني لان انا شايله سيليا وبصور، فاي صوت هيطلع منها فعادي عادي، كلنا معانا ولاد. تمام، هقلب كده البصلايه معايا، وهحط لها شويه ملح وشويه فلفل اسود. خلينا متفقين ان احنا يا بنات كذا مره انا بصور في موضوع الاكل ده، بقول لكم انا بحب احط البصلايه شويه ملح وشويه فلفل اسود، بتدي طعم وبتدي ريحه للبصله، وهي بتتشوح كده بتبقى جميله قوي. يعني التركة دي لو عملتيها والله هتلاقي اختلاف. تمام كده، عبال طبعا بقى ما البصلة عندي تصفر معايا الطماطم هضربها برضو في الكبة. بحط بس شوية مية في الكبة علشان السكاكين بتاعتي تمشي مع الطماطم. طبعا احنا بنعمل الحركة دي حتى في الخلاط عادي العادي. تمام، طبعا قطعتها كده زي ما انتوا شايفين معايا، وهضربها في الكبة. طبعا لو انت لسه متابعيني ما تنسيش تصلي على الرسول وتدوسي لايكك الجميل كده، علشان انا بفرح بكل اللايكات، وتكتبي لي كومنت كده حلو زيك يشجعني، وتشتركي في القناة لو انت لسه ما اشتركتيش. وبس كده. تمام، ضربت كام فص كده توم. طبعا انا نسيت اقول لكم ان هي بتتحط لها توم، ضربت كام فص توم بعد ما ضربت الطماطم وحطيتهم في البصلايه تصفر معايا. طبعا البصلايه عندي كده كانت اصفرت، نزلت طبعا بالصلصه بتاعتي. بصوا يا بنات، انا الحله دي عندي يعني الحلل بتاعتي بتاعت الاستانلس مش جايه معايا خالص في موضوع التسبيكه بتاعت الطماطم، ومش جايه معايا في اي حاجه. يعني انا هو بس اللي انا بعمله فيها اللحمه، وبسلق فيها لحمة او بسلق فيها فراخ، وشوية شوربة لسان عصفور مثلا لو عملتها فيها، لو عملت مثلا فيها تاني شوية ملوخية، وبس كده. يعني انا بشوف ناس والله العظيم بتطبخ فيها رز، بتطبخ فيها محشي، بتطبخ فيها كل حاجة. تمام، نزلت طبعا بالصلصة بتاعتي، ونزلت بمعلقتين صلصة اللي هي الجاهزة، واديتها تقليبه كده، وبعد كده غطيتها لحد ما لقيتها ان كميه الصلصه بتاعتي خفت او تقلت. نزلت طبعا بالبهارات. عندي 7 بهارات، وعندي مرق الدجاج واحده، وشويه ملح وشويه فلفل اسود بس. وهقفل عليها طبعا الغطا واسيبها برضو تتسبك كده شويه فيها. وبعد كده هنزل بكميه الكفته اللي عندي. الكمية دي يا بنات نص كيلو كفتة، صبعتها وقليتها في الزيت وطلعتها من الزيت كده، وابتديت ان انا اعمل الوصفة زي ما انتوا شايفين.
حطيتها في الصلصة وابتديت ان انا اقلبها. كان عندي شوربة لحمة فحطيتها. طبعا انا هحط الكمية بتاعت شوربة اللحمة دي بتاع مثلا 4 كوبايات من المجات اللي هي الشاي بتاعتنا. قلت بقى عبال ما هي تتسبك كده اعمل شوية بتنجان مخلل كده، بتبقى الاكلة دي جنبيها كده. البتنجان المخلل بصراحة بيبقى تحفة. معايا 2 طماطم كده، ومعايا ليمونة، ومعايا 3 قرون فلفل اخضر. طبعا لو انت بتحبي الحراق عادي ممكن تزودي مثلا، يعني ممكن تشيلي 1 وتحطي مكانه حراق. ومعايا حبة كده حلوين من فصوص الثوم بتاع مثلا 7 أو 8. ومعايا خل. بقطع الطماطم زي ما انتوا شايفين كده صغنونة، علشان انا هحشيها في البتنجان. وبرضو بتدي طعم كده يا بنات، والله العظيم في الدقة بتاعت البتنجان دي بتبقى رهيبة. بقطع طبعا الكمية بتاعت الطماطم، انا عندي طماطميتين يا بنات، تمام. بقطعهم كده زي ما انتوا شايفين. اهو بقطع كل الكمية. وقولولي برضو يا بنات الوصفة اللي جاية عايزينها لايه، وانا ان شاء الله باذن الله هنفذها. وشكرا جدا جدا لكل واحدة كتبت لي كومنت حلو. وبرضو شكرا اللي كتبت كومنت سلبي. عادي يا بنات، انا بقبل كل الكومنتات وانتوا زي اخواتي، وربنا يديم المحبة اللي ما بيننا. اهو معايا طبعا، انا بحب ان انا في الوصفة دي يعني ادق بالهون كده. بحس ان هي مع دقة الهون كده بتعمل مية معايا، وبتبقى طعمها ألذ. طبعا اللي حابب ان هو يحطها في الكبة ويعملها على طول عادي. بس وبحط شوية ملح كده، هضربهم وارجع لكم تاني. اديني اهو ضربتهم. هحط شوية الخل، معايا معلقتين كبار مثلا خل، ومعايا الليمونة هعصرها طبعا عليهم. ومعايا رشة فلفل حراق. طبعا انت لو مش بتحبي الحراق ممكن تستغني عنه. ومعايا كده كوباية مية صغنونة. ونسيت طبعا احط معاكم رشة كمون، بس انا لما قفلت يعني لما قلبت كده وقفلت ورجعت اديني حطيت الكمون معاكم. طبعا كنت هنزل كل الكمية بتاعت الطماطم في الهون، بس لقيت ان الموضوع كبير يعني. حطيتهم في الطبق كده، وقلت اقلبهم براحتي في قلب الطبق. طبعا اديني اهو كنت قليت طبعا البتنجان والفلفل معايا، فابتدي ان انا احشيه. طبعا يا بنات انا كنت عامله الحركه اللي هي بتاعت مديه بالسكينه كده نص البتنجانه، وابتديت ان انا اقلي في البتنجان. طبعا حصل كارثة يعني، الحمد لله الحمد لله على قد كده. البتنجان والفلفل طار في زيت، يعني طار في عيني. والحمد لله يعني، الحمد لله. هي كده ستات البيت المصرية، وحتى لو مش مصرية والله يعني لازم يبقى في حدثات كده بتحصل. فالحمد لله الحمد لله ان بتيجي، بس يعني على قد كده الحمد لله. طبعا نزلت اهو بالكميه بتاعتي كلها اللي انا عملتها معاكم، هسيبها ان هي ترتاح شويه في قلب الدقه بتاعتي دي. طبعا كان عندي كده الصلصه بتاعتي قلت شويه، والكفته بتاعتي ابتدت ان هي تستوي. نزلت بيه البطاطس معايا، طبعا بطاطسيتين كنت مقطعاها كده قطع، وابتديت ان انا اقلبها في الصلصه معاكم، وهغطي عليها لحد طبعا ما تستوي براحتها كده. يا بنات استوت. وعملت معاها طبعا شويه رز بشعريه والبتنجان اللي احنا عملناه مع بعض. والله يا بنات طعمهم رهيب والله العظيم، وبألف هنا وشفا على قلبكم.
ولو حابين الوصفة دي دوسوا لايك وكومنت طبعا جميل زي ما انا قلت لكم كده. ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.